لماذا لم يخبرك أحد بهذا عن؟ قبل أكثر من ربع قرن وضع شانكس قبعة قش بسيطة على رأس طفل يدعى لوفي، وطلب منه إعادتها حين يصبح قرصانا عظيما. مشهد بسيط معروف لكل من قرأ الفصل الأول، لكن لماذا لم يخبرك أحد أن هذه القبعة تحديدا كانت تخفي سرا ظل مدفونا 13 سنة كاملة من النشر؟ من أين جاءت هذه القبعة أصلا؟ ولماذا انتظر أودا كل هذه المدة ليكشف الإجابة؟ في الفصل الأول عام 1997 القبعة تبدو ملكا لشانكس وحده بلا أي إشارة لغير ذلك. جيل كامل من القراء تابعوا القصة معتقدا أنها تبدأ من هذه اللحظة بالذات. لم تكشف الحقيقة إلا بعد 13 سنة. في الفصل 603 عام 2010 القبعة كانت أصلا لغول دكتور روجر ملك القراصنة نفسه. والأغرب أن روجر الشاب في تلك اللقطة يشبه لوفي بشكل يصعب تجاهله. المجلد 90 يوثق الأمر رسميا بسجل رحلة كامل يربط القبعة من روجر إلى لوفي مباشرة، وكأنها شخصية عاشت القصة كلها معه. لكن هنا المفارقة، أودا يشرح كل تفصيل تقريبا في هذه السلسلة إلا هذا: لا مانجا، لا داتابوك، لا تصريحا يوضح كيف وصلت القبعة من روجر إلى شانكس تحديدا. أهم انتقال في تاريخ القبعة ترك بلا تفسير عن قصد، فحين يعطي شانكس القبعة للوفي في تلك اللحظة الأولى هو لا يمنحه قبعة عادية، بل يمرر له طرف خيط قصة بدأت قبل أن يولد لوفي، وما زال جزء منها غير مكتوب حتى الآن.